الرحمن الرحيم. بالنسبه للبرنامج ديال تغطيه المدينه بالمصابيح ديال الليد، انتم كيف تعرفوا على انه بالنسبه لنا بدينا بعض المحاور، ولكن معدله دراسه شامله على المدينه، ونظرا لضعف الامكانيات ديال الجماعه حنا ماشيين مع وزاره الداخليه باش كنراو التمويل. الى حد الان الحمد لله المؤشرات كامله مبشره بخير، من قد ان نراو التمويل الكافي باش كان نعموا هذه المصابيح الليد على المستوى ديال المدينه كامله. يعني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة لهي التجزئات الجديدة اللي كاينة، الربيب، مصابيح الليد ما كاين فيه إشكال. القويز أول شيء هذه التجزئة اللي دالها الاستلام المؤقت، من طرف الجماعة ذيك الساعة 2011 أعتقد ولا 2012 اللي تم الاستلام ديالها واستلمت من طرف الجماعة وفق التقنية القديمة. احنا نظرا لاستعجاليه الموضوع المتعلق باسكان المخيمات الوحده، احنا ماشيين بالتقنيه القديمه، نقد على الاقل نوفروا الاناره. ما يمكن الناس تجي للديار ومازال الشوارع مظلمين، خاصهم يضووا ولو يضووا بالتقنيه القديمه، ولكن ان شاء الله يدخلوا في وسط المشروع اللي بغينا نقد على انه التغيير ديال الاناره العموميه، وتاكدوا على انه ما خالق برنامج ديال التأهيل الحضري يندار جديد ما قابضين فيه المساله ديال مساله الاناره العموميه بشكل كبير. التأهيل الحضري نتكلموا عن اصلاح الطرق، نتكلموا عن ساحات، نتكلموا عن اناره عموميه، نتكلموا عن متنفسات جديده ديال المدينه، ولكن الاناره العموميه اساسيه بالنسبه لاي تأهيل حضري جديد في المدينه.